في الوقت اللي كيتخيلوا فيه بزاف ديال الناس أن اليابان هي بلاد النظام والانضباط والتكنولوجيا المتطورة، كاين عالم آخر مخفي عاش العقود طويلة وسط هذا المجتمع. عالم ديال الرجال كيحملوا وشوم على كامل أجسادهم، كيتبعوا قوانين خاصة بهم ومستعدين يضحيوا بأي حاجة من أجل ولاء العائلة. مرحبا بكم في عالم الياكوزا، عصابة مرعبة بقات العشرات السنين كتحكم في الملايين ديال الدولارات وعندها نفوذ وصل حتى للسياسة والأعمال الكبرى. ولكن السؤال هو، كيفاش بدات هذه المنظمة وكيفاش ولات من أكبر المنظمات الإجرامية في العالم؟ وشنو السر اللي خلى الحكومة اليابانية كتخاف منهم لسنوات طويلة؟ البداية كتردنا اليابان القديمة قبل مئات السنين. في ذاك الوقت كانت اليابان كتعيش تحت نظام الساموراي، ولكن ملي تبدلات الاوضاع السياسيه بزاف من الساموراي ما بقاش عندهم خدمه ولا شي قائد اللي غيخدموا عنده. هاد الناس كانوا كيتسموا رونين، يعني الساموراي بدون سيد، حيت اصلا الساموراي هم رجال تدربوا لسنوات طويله باش يخدموا عند شي واحد ويفروا الحمايه باش يكسبوا رزقهم ويدخلوا الفلوس، لا اقل ولا اكثر. منين سال عصر الساموراي، هاد الناس اللي كانوا خدامين فيه بعض منهم ولا كيعيش على السرقه والابتزاز، والبعض الآخر دخل عالم القمار والتجارة السوداء. مع مرور الوقت بداو كيتجمعوا في مجموعات منظمة، ومن هنا غادي تبدا النواة الأولى للياكوزا. أما الاسم ديال ياكوزا فراه عنده قصة غريبة. الاسم جاي من لعبة ورق يابانية قديمة، الأرقام 8 و 9 و 3 كانت كتعتبر أسوأ الأرقام في اللعبة وكتنطق ياكوزا. ومع الوقت ولا هذا الاسم كيعني الشخص اللي ما عنده حتى قيمة في المجتمع. المفارقة أن هذا الاسم بنفسه ولا بعد سنوات كيخوف بلاد كاملة. ولكن الحاجة اللي ميزات الياكوزا على باقي العصابات هي النظام ديالهم. ما كانوش مجرد مجرمين عاديين، بل كان عندهم هيكل هرمي صارم. في القمة كاين الزعيم اللي كيتسمى أويابون، يعني الأب أو الزعيم ديال العصابة، وتحت منه كاينين الأتباع اللي كيتسموا كوبون، يعني الأبناء. العلاقة بيناتهم كانت مبنية على الولاء المطلق. إذا عطاك الزعيم أمر خاصك تنفذه مهما كانت العواقب. وبعد المرات اللي غلط من الأبناء كيتطلب منه ينهي حياته براسو بالسيف ديال الكاتانا. وكان عندهم واحد العقاب مشهور بزاف، إلا ارتكب شي عضو منهم غير خطأ صغير كان خاصو يقطع جزء من صبعه الصغير ويقدمه للزعيم كدليل على الندم والاعتذار. ولكن أشهر حاجة معروفة عليهم هي الوشوم. اغلب اعضاء الياكوزا كانوا كيغطيو اجسادهم كامله بوشوم ضخمه. هاد الوشوم ماشي غير للزينه، كل رسم فيه معنى خاص: تنينات، نمور، ساموراي واشكال اسطوريه كتدل على القوه والشجاعه والانتماء للعصابه. حتى اليوم بعض الحمامات التقليديه في اليابان ما كيخليوش الناس اللي عندهم وشوم يدخلوا بسبب ارتباطها بالياكوزا. مع بداية القرن العشرين بانت في اليابان أقوى منظمة ديال الياكوزا في التاريخ. الاسم ديالها ياماكوغي غومي، تأسست في سنة 1915 في مدينة كوب، وكانت في الأصل مرتبطة بعمال الموانئ قبل ما تحول إمبراطورية إجرامية ضخمة. بعد الحرب العالمية الثانية توسعت المنظمة بشكل مرعب، وخصوصا تحت قيادة الزعيم الشهير كازو توكا، اللي قدر يحول العصابة من مجموعة محلية صغيرة إلى أكبر قوة إجرامية في اليابان ويمكن في العالم. في الستينيات والسبعينيات كانت الياكوزا في ذروة القوة ديالها. حسب تقديرات الشرطة اليابانية عدد المنتمين لها وصل لأكثر من 180 ألف عضو، وكان النشاط ديالهم واسع بزاف وهو كالتالي: الابتزاز، القمار غير القانوني، غسيل الأموال، الاحتيال، تهريب البشر، وحتى السيطرة على الشركات والأعمال القانونية. الغريب أكثر أن الياكوزا ما كانوش دائما كيخدموا في الخفاء. في بعض الفترات كان عندهم مكاتب معروفة وعناوين واضحة، والشرطة كانت عارفة فين كاينين بزاف منهم. هادشي خلى بزاف ديال الباحثين وصفوا العلاقة بين الدولة والياكوزا بأنها معقدة بزاف. من الآخر الياكوزا كانت دولة بوحدها واليابان كانت دولة هي بوحدها، ولكن النفوذ الكبير ديالهم ما بقاوش غادي يحتفظوا به للأبد. حيتاش في التسعينيات بدات الحكومة اليابانية حرب حقيقية ضد الياكوزا، خرجت قوانين جديدة ضدهم وجمدات كاع الحسابات البنكية ديال الأعضاء ديالهم، وتم تعرضت الياكوزا لضغط كبير غير مسبوق. ومع بداية القرن الواحد والعشرين بدا العدد ديال الأعضاء كينقص سنة بعد سنة،
العصابات اللي كانت كتضم عشرات الآلاف من الأشخاص ولات كتفقد قوتها تدريجيا. وفي 2015 وقع واحد الحدث خطير، واحدة من أكبر الانشقاقات داخل منظمة ياماغوتشي غومي. أعضاء مهمين انفصلوا من الياكوزا وشكلوا منظمة جديدة سميتها كوبيا موشي غومي. ايوا صافي مشكلة هادي، البوليس كانوا واحلين غير مع الياكوزا، صدقات خرجت ليهم منظمة جديدة. هذا الانقسام خلق توتر كبير وخوف من الاندلاع صراعات بين المجموعات المختلفة. واليوم رغم أن الياكوزا ما عندهاش القوة اللي كانت عندها في الماضي، إلا أنها ما زالت كتعتبر من أشهر المنظمات الإجرامية في التاريخ. قصة بدات من مجموعات الساموراي القدماء وبعض المقامرين والباعة المتجولين، وتحولت إلى إمبراطورية هزت اليابان لعقود طويلة، إمبراطورية مبنية على الخوف والولاء والمال. وحتى الآن كاين بزاف ديال الأسرار حول حجم النفوذ الحقيقي اللي بقى عند هاد العصابات خلف الكواليس. هذه هي قصة الياكوزا، واحدة من أغرب وأخطر المنظمات الإجرامية اللي عرفها التاريخ، واللي بقات لسنوات طويلة كتحرك بين عالم الجريمة وعالم النفوذ، حتى ولات أسطورة حقيقية داخل اليابان وخارجها. إلا عجبك الفيديو ما تنساش دير لايك وتشترك في القناة، وخلي لي في التعليقات شنو هو الموضوع الغامض أو القصة الحقيقية اللي تبغوني نهضر عليها في الفيديو الجاي. وقولوا لي في التعليقات كيفاش جاكم الاسلوب في هذا الفيديو وشنو هو الراي ديالكم. ما تنساوش تخليوا لي لايك وكتبوا لي في التعليقات واصل حتى تصل. كان معكم عبد العالي، السلام عليكم. انا الاخوان دابا نصور لكم فيديو عشيه غادي تحط في يوتيوب. شوفوا شنو كاين حدايا. هاد الفخر غادي يدوخني. المهم نحاول نصور لكم فيديو دابا نساليه باش مع 8 تقريبا ولا 9 غادي تحط في يوتيوب، وغادي تكون قصة زوينة ان شاء الله.